سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم في قناتي منوعات ام انيس. اليوم جيتكم بوصفه، هما زوج وصفات في وصفه واحده. كيما راكم تشوفوا درت هنايا الكرم محشي، اللي هو الكرم محشي. وجبت لكم وحبيت نعطي لكم ثاني الوصفه تاع عرق الصوص. شفت البنات ياسر اللي سقسوني عليها وجوني في الخاص يسقسوني عليها، قلت ديري فيديو وحطيه لهم فيه. شوفوا هنا نبدا لكم بالوصفه تاعي. هنايا كنت الكرم كنت طابخاته وخدمته، هذا عنده شهر. طبخته كامل ونحت منه داك الراس الخشين ودورته كما راكم تشوفوا، دسيته في الكونجيلاتور. اليوم كي حبيت نخدم به جبدته قبل نخدم وخدمت به. هنا كان عندي اللحم، قلت ندير اصوص باللحم تاع الاخر حمص. شوفوا الروز هنايا وجدت، راه انيس مسميه كيما راكم تشوفوا. هنايا توابل، راه فلفل اكحل والاخرى وراس حانوت، راه انيس خلطهم. وهنايا الاخر كركم وبصله. شوف ندير البصله مع اللحم يتغلوا زين. البصله راها للحشوه ولاصوص. هنا كنت دايره الماء يطبخ باش نمرق به. شوفوا ندير البصله الكميه راني نقسمها النص على الاخر، على الحشوه وعلى لاصوص. شوفوا هنايا ضفت الزيت، البصله شوفوا نقسمها، خلي حتى تذبل البصله مليح. وراه الثوم نسيت ما قلت لكمش، الثوم راني راحيته مع البصله، قلت ضربه واحده بلا ما خير ما نعود ندير في ذاك وحده وذاك وحده. شوفوا هنايا اللحم تاعي نديرو يتغلى مليح مع البصله. وفي هذه الوصفه، في هذا الفيديو نهضر لكم على وصفه تاع عرق السوس. والفيديو ان شاء الله المره الجايه نهضر لكم على الوصفه تاع تكيس المبيض، كيفاش انا قضيت عليه. شوفوا هنا راه الماء كيما راكم تشوفوه يغلي الماء تاعي باش نضيفو انا به يسهل علي، يسرع لي الاخر، واللحم ثاني ما يشدش كي ندير له الماء مغلي. هنا البصله كانت طابت البصله تاعي. ضفت الكركم نغليه باش تروح البنه تاعو. هنا قدمت لكم باش تشوفوا كيفاش راني نخدم فيه، كيفاش البصله حتى تغلات، لازم مليح تتغلى. الملح باينه مش حننساه، الفلفل اكحل والراس الحانوت. هنايا نمرق، قلت لكم راس الحانوت راه ما ديريهش يغلي، خاطر يولي مر يفزد لك البنه تاع لاصوص تاعك. هنا نسكر على المرقه تاعي، نخلي اللحم يطيب فيه غنقرضو، نضيف قبل نضيف الاخر. يا ربي شوفوني ننسى انا نهضر لكم وننسى الاسماء. الحمص نضيف الحمص وهنا بالماء تاعو. هنا الحمص ما كنتش داسته في الكونجيلاتور، كنت كيما طيبته. نسكر الكيكوطه تاعي مليح ونخليه يطيب في غارضو، ونروح للحشوه تاعي نديرها. هنا الحشوه شوفوا البصله اللي بقات لي، وزدت معاها الحشاوش ما كنتش دايرته المره الاولى. هنايا مغرفه تاع السمن. شوفوا المغرفه تاع السمن تضيفوها الحشوه، يا اما دولمه يا اما هذايا ديروها الاخر. المهم اي حشوه تاع اللحم ضيفوا لها مغرفه سمن ولا مغرفه زيت. انا نفضل السمن احسن، يعطي الواحد البنه تختلف وتزيد تبين لك البنه تاع اللحم شغل توضحها. شوفوا انا خلطت المكونات، درت له فلفل اكحل، راس حانوت، وشويه كركم وملح طبعا، والثوم راه في البصله. قلت لكم يا اخي نخلط البصله الكميه، نشوف قداش ما نضيفهاش كامل.
نشوف على حسب الحشوه واش تحتاج. خلطهم مليح ونبدا نحشي. قلت لكم الاخر تاعو راني نحت له دوك العيدان اليابسين، وشوفوا كتعودوا تحشوا فيه. شوفوا ديك وين شكل المرسوم الاخرى ديروه من الداخل، ما ديروش العيدان من برا. شكل الورقه ديروه من الداخل مش من برا باش يولي الشكل تاعها مليح. شوفوا دوك نحكي لكم على الوصفه تاع عرق السوس. شوفوا عرق السوس هو تبدايه قبل لا تدوشي ب3 ايام، اي من النهار الثاني ولا الثالث حتى النهار 25 وتحبسيه. الطريقه كيفاش تشربيه، شوفي ما تكمليش بعد 25 يوم، لانه هو يدير عمليه عكسيه. هو راه ينشط الرحم ويعدل هرمونات الانثى. كي نشط لك الرحم اذا كان حدث حمل بعد ال 25 يوم راح يدير لك اجهاض، معناها حبسيه في ال 25 يوم. اذا ما حدثش حمل عاوديه الشهر الجاي نفس الطريقه من النهار الثاني ولا الثالث حتى النهار 25 يوم. شوفي الطريقه كيفاش تشربيه، اما تشري هذوك العيدان اما تشري الغبره. اذا شريتي العيدان شوفي كيفاش ديري العيدان، روحي تطبخيه عادي، طبخي قيمه الصباح وقيمه قيمه الليل. تشربي كاس في الليل قبل لا ترقدي، وتشربي كاس عراق كتنوضي. واما اذا شريتي ذاك الغبره تعودي تطبخي الكاس قيمه ما راكي حتشربي، ديريه في مغرفه وتخلي عليه حتى ينقص السخون الاخر الغليان تاعو يعود قيمه ما تشربيه. وشربي كاس الصباح وكاس في الليل كملي عليه. وراجلك ثاني شغل ديري له مشروب الزنجبيل، مشروب القرنفل، الحشاوش، ديري له شلاطه، كثري له في الماكله. الزنجبيل ثاني طيبي به. هذو الحوايج اللي يخدموا. وقلت لكم الانقاص الوزن، عرق السوس ينقص ثاني الوزن. شوفوا الصوره تاعو اللي ما يعرفوش ندير لكم صوره تاعو، تروحي لاي عشاب تقولي له عرق السوس يمدوا لكم. متوفر كامل في الولايات، اما يعطيه لك قلت لك غبره، اما يعطيه لك عيدان. انت كيف كاع كيف كيما الغبره كيما العيدان. والخلفه هذه راها بايد ربي العالمين. انت ديري شغل ديري اللي عليك. وقلت لك هو وعرق السوس راكي تيلي مفيده منه. شغل قلت لك كاين ثاني اللي عندهم الشحوم في البطن ما تخليهمش يحمل. عرق السوس ينقص من الميزان، ينقص من الشحوم اللي في البطن. وزيد هو اصلا شغل يطلع هرمون السعاده، وعنده ياسر فوائد حتى للمعده للجهاز. هو الزين كامل الجهاز الهضمي، تحسي فوائده معناها ياسر. واحده دير لي عليها تستعمل عرق السوس وتخلي لي على ربي، وان شاء الله ربي يرزق كل محروم ويفرح كامل امه محمد ان شاء الله. شوفوا هنايا الورقات تاع الاخر كنت ندير فيهم، كنت دايره ورقه كامله خادمتها مع بعضها. بعد كي وليت دوك ندير لقيتهم كبار عدت نقسمهم في على زوج ونحشيهم. شوفوا الحشوات راهم جاو عادي. شوفوا كفاني نقسم فيهم، وراني ندير كيما قلت لكم هذوك الخطوط اللي مرسومه ندير فيهم من الداخل مانيش ندير فيهم من برا. اولا ما يخلوكش الورقه تاعك تتقطع، ثاني يعطوك شكل املس من برا، ما تعودش هذوك التضاريس تاع الخطوط باينين. انا هنا كنت خارجه ما درتوش في الكيكوطه، عاود درتو في بلا كملوا. درتو في البلا تاع اللي يدخل للفرن، وسقيت عليه هذيك لاصوص وقلت نخليه في الفرن بالاخر بالسخانه ناقصه. هذيك ما نروح وندور ونرجع نصيبو طاب. انتي تحبي ديري في الكيكوطه، تحبي تفرغي عليه لاصوص كيما انا درت. جبنته والله جبنته هايله مش راح تندمي تجربي هاك، مش راح تندمي. هنايا هاني جبت البلا تاعي، شوفوا كيفاه.
مناسبه تاع الوصفات، تحبوا كل مره ندير لكم وصفه شغل وصفه تاع حمل ولا تاع شغل وصفه طبيه داخله في الاخر، نديرها لكم، نعود مره ندخل لكم كيما هاك. شوفوا كيما المره قلت لكم المره الجايه الفيديو القادم ان شاء الله ندير لكم تاع تكيس المبايض، هذا تجربتي فيه انايا، ثاني تجيني ياسر اسئله عليه، ندير لكم فيديو مره واحده وتشوفوه وتحكموا عليه. هنا طابت لاصوص تاعي، شوفوا راني جبتها دوكا نفرغها عليها وندخلها للفور. راكم تحبوا كيما راها كيما هاك لاصوص في الاخر تحطوا تستفوها من الفوق، تحبوا تفرغوها هاك يجي شكلها شغل احسن، وحتى في التقديم تعاونك احسن. نوزعها مليح، نوزع الحمص. شوفوا هنا كنت خارج في النهار بعد ما جيتش حتى الليل، طولت شويه الوصفه تاعي، كنت ناقصه عليها لاني كنت خارجه قاهره. اهبطه حبيت اصور لكم شويه من الاجواء تاع الليل. مليح كنت خرجت هذا الوقت هنا كنت خارجه على جال الحوايج باش نشريهم، بصح للاسف ما لقيتهمش، ما شريتهمش، ورجعت كنت خايفه على الطبخه تاعي لاني خليتها قلت تخدم لي، بصح شوفوا لقيتها لاباس. بصح شوفوا نسيت حاجه، ما قطيتش الاخر تاعي بالالومنيوم، راكم تشوفوا في الاخر شويه نشف لي من فوق الحمص، بصح عادي جات بنته مليحه وجا هايل، والله جا هايل. انا كنت نصب لكم باش تشوفوا باللي الاخر طاب. انا كنت حابه لاصوص شويه نخلي منها اكثر من هاك، بصح هو قلت لكم بيا تاخرت ما بقاتليش لاصوص ياسر فيه. شوفوا الحشوه من الداخل راهي طايبه. هنايا نكونوا لحقنا لنهايه الفيديو، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تستفادوا من المشروب اللي قلت لكم عليه تاع عرق السوس. وما تنساوش اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء، وادعموني بتعليق قلت لكم وجام، والى اللقاء في فيديو قادم.